أصدقائي الأعزاء في كل مكان، أهلا بيكم في جولة مع المسلسلات المصرية والعالمية. هنبدأ الأول من عند بدرية طلبة، اللي رغم اعتذارها على الكلام اللي قالته لما قالت إن الفنانين أسياد المصريين، إلا إن ظهر عدد من الدعوات من الجمهور بالطالب بمقاطعة الأعمال اللي هتشتغل فيها بدرية. وأنا هنا بسأل حضراتكم عن رأيكم، هل أنتم مع مقاطعة أعمال بدرية طلبة ولا عفى الله عما سلف؟ ونسيب بدرية اللي وقعت نفسها في ورطة ما هيش قدها، ونروح لهنادي مهنا اللي طلعت الترند بعد انتهاء حلقات بتوقيت 2028، وهي الحكاية التانية ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، واللي بدأت أول حكاياتها السبت اللي فات. أما الحكاية الجديدة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو واللي هيبدأ عرضها السبت اللي جاي 23 أغسطس على شاهد، بتتكلم عن الرسائل اللي بتقتحم حياتك ومحدش غيرك بيشوفها. ده موضوع الحكاية التالتة، ومن الرسائل اللي محدش بيشوفها غيرك تعالوا نروح لسيد رجب اللي بدأ تصوير مسلسل جديد باسم لينك. السيد رجب في المسلسل الجديد قايم بدور أب على المعاش ل3 أولاد، هيتعرض لعملية نصب إلكترونية هتقلب حياته وهتدخله في أحداث وصراعات مثيرة ومشوقة. ومن سيد رجب هنروح لهاني عادل اللي هيدخل الاستوديو يوم الأحد اللي جاي 24 أغسطس عشان يلعب دور البطولة في مسلسل أزمة ثقة اللي هيتم عرضه على قناة أون ومنصة واتش إيت، وهيكون ميعاد عرض المسلسل الساعة 8 مساء، وهيتعاد مرة تانية الساعة 2 الصبح. منصة شاهد بتستعد لطرح سلسلة أفلام هاري بوتر بطولة دانيال جاكوب وراد كليف، اللي لعب شخصية هاري بوتر وقدم أول أفلام السلسلة وهو عنده 12 سنة، وده كان سنة 2001. تم عرض البوستر الرسمي لفيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب وبطولة أحمد الفيشاوي. شيكو وهشام ماجد قرروا يكملوا اللعب من تاني لما اتفقوا على تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، وهيبدأوا التصوير يوم 25 أغسطس بإذن الله. يوسف الشريف عامل ضجة على السوشيال ميديا لما نزل فيديو جديد على الانستجرام من ملعب في أسبانيا مع فريق فالنسيا، وكتب على الفيديو القصة لسه ما انتهتش، وعلق كمان وقال الحكاية مكملة. الكلام ده خلى الناس تسأل وتقول هل في جزء تاني من فيلم العالمي اللي قدمه يوسف الشريف سنة 2009؟ وانتم ايه رأيكم؟ تحبوا تشوفوا جزء جديد من العالمي؟ إيمان العاصي وعمرو سعد بيحضروا مسلسلهم الجديد. إيمان العاصي بتحضر لمسلسل اسمه اسمة عدل من إخراج أحمد خالد، لكن عمرو سعد بيحضر لمسلسل تاني خالص اسمه من أول وجديد، مسلسله من إنتاج تامر مرسي وإخراج حسين المنباوي. من أول وجديد مسلسل صغير مكون من 10 حلقات بس. نتفليكس أعلنت إن شهر سبتمبر هيشهد عرض السلسلة الوثائقية الجديدة واللي بتحمل اسم فيكتوريا بيكهام كعنوان مؤقت للفيلم الوثائقي اللي بيتناول معاناة فيكتوريا مع النجومية وحياة الشهرة. يعني فيكتوريا أعصابها تعبت من الشهرة والنجومية، إما لو عاشت حياة الصعلقة والشعبطة في أحبال الأمال والأحلام اللي ما بتتحققش أعصابها كان حصل لها إيه؟ لغاية هنا نبقى وصلنا لآخر أخبارنا مع المسلسلات المصرية والعالمية، وقبل ما أقول لكم سلام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.